الاهلي وسيراميكا او مارسيل كولر وايمن الرمادي، محدش يقول لي تبديل سعد سمير فنيا صح. لا، تبديل سعد سمير من ايمن الرمادي استعطافا للاهلي عشان يوقف النتيجه عند 5، مش اكتر من كده. انما فنيا ما فيهاش اي حاجه تثبت ان النادي الاهلي وقف بعد تبديل سعد سمير، ما هي الا غير استعطاف للنادي الاهلي علشان يوقف النتيجه عن 5 اهداف. ايمن الرمادي قاري النادي الاهلي وقاريه صح، ولكن ما احترموش، ما قدروش، نزل المباراه بدون ما يحترم النادي الاهلي. ايمن الرمادي لما لعب بعقلك او العشم خدك اكتر من اللازم، مارسيل كولر علمك ازاي انك ما تهاجمش حد اكبر منك، لانك لا هتيجي من الخوف تديله قلم، بعد كده مش هتديله ولا قلم، الاقلام كلها بتبقى من الخصم بس. فايمن الرمادي النهارده او امس في مباراه الدوري اول مباراه كل علقه حلوه من النادي الاهلي او من مارسيل كولر، علمه انك انت ما تهاجمش الكبار. نشوف الهدف الاول لحسين الشحات، وهو طبعا خطأ واضح من ارتباك الدفاع، وده كان واضح لان النادي الاهلي هو البطل، النادي الاهلي ما يتقارنش، النادي الاهلي ما هاجموش بالطريقه دي. اذا ارتبك المدافع خد حسين الشحات طق في الجول، جول كانت الهدف الاول للنادي الاهلي. وسام ابو علي بنهايه الشوط الاول يشوط فاول من قدام منطقه الجزاء، من قدام خط ال 18. طبعا اللعبه دي يا جماعه ما حدش يقول لي انها خبطت في مدافع ولا ايه، ده تعب من وسام ابو علي في التدريب، ازاي بيلعبها، ازاي بيعملها، ازاي بيقتنص نص هفوه من بين المدافعين او من بين الحيطه. عشان كده بقول لا، هدف جميل حتى وان خبط في الحيطه، ولكن الهدف مرسوم صح من وسام ابو علي. تيجي بقى يمسك الكوره ويضربوا العشم اكبر ايمن الرمادي في الشوط الاول، خلاص كده اني انا هنزل الشوط الثاني هاكل النادي الاهلي. لا، مارسيل كولر اتدخل من بين الشوطين وعمل تبديله محمد مجدي قفشه اللي هي قسمت البعير لايمن الرمادي. محمد مجدي قفشه يمرر كوره ولا اجمل ولا اروع لوسام ابو علي عشان خاطر وسام ابو علي يجيب الهدف الثالث للنادي الاهلي. كانت قاصمه البعير فعلا لايمن الرمادي، وتتتالى الاهداف بقى وتتوالى الاهداف. وشفنا هدف جميل من حسين الشحات من 5 جمل بس. حسين الشحات يجيب الهدف الرابع او الخامس مش متذكر، ولكن من 5 جمل بس تنتهي بحسين الشحات طق في الجول، جول، لان ايمن الرمادي ما احترمش النادي الاهلي، لذلك كان علقه نظيفه كرويا من مارسيل كولر والنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. النهارده بقول لايمن الرمادي احترم نفسك في حضره النادي الاهلي، لما تكون بتلاعب فريق في حجم النادي الاهلي ما ياخدكش العشم لبعيد، لانك هتجيب لنفسك كوارث انت مش قدها. لذلك بقول لايمن الرمادي خد حذرك باقي الدوري من اي فريق تحسه قدك او اكبر منك انك انت تلاعبه باعتدال. شفنا فرق واضح في دفاعات سيراميكا امام النادي الاهلي، شفناهم مندفعين لقدام واخدهم العشم انهم يجيبوا الهدف والثاني والثالث، ولكن كان النادي الاهلي برد بهدف ثالث، بهدف رابع، بهدف خامس. الشوط الثاني تحديدا ايمن الرمادي ما كانش ليه ثقل مع مارسيل كولر.